ونروح بعد كده للمركز ال16 مع ثالث فيلم لماكوتو شينكاي في القائمة 5 سنتيمتر بير سكند. الفيلم الشبيه بيور نيم وواذرينج وذ يو اللي هم فيلمين ماكوتو شينكاي المعروف برسوماته الساحرة والجميلة، ومعروف بأفلامه الرومانسية اللي فيها خيال أو حاجات غير طبيعية. بس الفيلم ده مختلف، القصة الرومانسية اللي فيه طبيعية ما فيهاش أي شيء خارق، وكمان الفيلم متقسم على 3 قصص بالرغم إن مدة الفيلم ساعة واحدة بس. والفيلم عرض في الأول في 2007 على 3 قصص أو 3 مقاطع مختلفة، وعلى شهر مارس عرض كامل، وبعد كام شهر نشرت رواية للفيلم من كتابة ماكوتو شينكاي برضه، وفي 2010 بدأت تنشر مانجا للفيلم. يعني الفيلم اللي ظهر الأول وبعد كده جت الرواية والمانجا. والفيلم عقيم جدا من ناحية الجوائز والعوائد، لأن ماكوتو شينكاي اللي أنتجه وعرضه بنفسه. كانت البداية له قبل ما أفلامه تضرب بعد كده، لأن الفيلم عرض في عدد محدود من دور السينما حسب علمي، وكمان ما اشتهرش قوي، فده سبب إنه عقيم شوية. فاز بجايزة واحدة وعمل أقل من $500,000 عوائد تقريبا. والفيلم بيتكلم عن الاتنين دول اللي كانت علاقتهم قوية جدا من ابتدائي، وبعد كده الدنيا هتتغير وهتضطر البنت إنها تسيب المنطقة علشان شغل أبوها، بس هيفضلوا يتقابلوا بالرغم من بعد المسافة علشان الوعد اللي قطعوه على نفسهم. وشوية شوية تبدأ الدنيا تلهيهم عن بعض بالرغم من محاولتهم المستميتة إنهم يتقابلوا دايما، وهكذا بقى. فيلم فكرته بسيطة وتشد، وكمان مدته القصيرة تساعد الواحد إنه يشوفه، وفيه منظرين مش لطاف، فوجب التنويه.